اقفل النور واحنا نفتح الملفات. في أماكن في دنيتنا مش زي أي مكان، أماكن مش بس بتسكنها الأرواح ولا بيتردد فيها صدى اللي كانوا عايشين، لأ، في أماكن ألعن من كده بكتير، أماكن بتحتفظ باللي دخلها وما خرجش منها أبداً، أماكن بتتحول هي نفسها لسجن، وحارس السجن هو الرعب اللي ملوش آخر. الليلة دي الملف اللي بين إيدينا مش مجرد قصة عن بيت مسكون، ده ملف عن فخ مصنوع من الحيطان والطوب والأسمنت، فخ اسمه قصر مريم. الدنيا ليل، الهوا بارد، وصوت صراصير الحقل هو الموسيقى الوحيدة اللي بتكسر الصمت في قرية الكوم الأحمر، قرية هادية ومنسية على أطراف محافظة الجيزة. على قهوة بلدي بسيطة قاعدين 3 شباب حوالين ترابيزة معدن، كريم، علي، وسامح. كريم شاب في منتصف العشرينات، عينيه بتلمع بحماس وشغف بالمغامرة، هو المحرك الأساسي للشلة. علي صديقه العاقل، مهندس بيفكر بمنطق وبيكره الخرافات. وسامح أجبن واحد فيهم، اللي بيجي معاهم عشان ما يبقاش لوحده. يا جدعان اسمعوني بس، قصر مريم ده مش زي أي مكان دخلناه قبل كده، القصة المرة دي حقيقية. حقيقية إيه يا كريم؟ بس كل مرة بتقول نفس الكلمة، كل مكان مهجور بنروحه بتقول أساطيره حقيقية، وفي الآخر بيطلع مكان خربان سكنه فيران وخفافيش. إيه الجديد المرة دي؟ الجديد إن الناس هنا في القرية دي بيتكلموا عنه كأنه حقيقة مسلم بيها، مش مجرد حكايات قبل النوم. بيقولوا إن أي حد بيعدي من جنب القصر بالليل بيسمع صوت بنت صغيرة بتنادي عليه من جوه، ولو ركزت في صوتها هتنادي باسمك. سامح بلع ريقه بصوت مسموع وبص حواليه كأنه خايف حد يسمعهم. باسمك ازاي يعني؟ ايه الهبل ده؟ اكيد اشاعات يا كريم عشان محدش يقرب منه. مش إشاعات يا سامح، عم جابر بتاع الدكان اللي هناك ده حلف لي إن ابن عمه من 20 سنة كان ماشي جنب القصر وسمع صوت بيقول يا حسين يا حسين. حسين ده فكرها واحدة من بتوع البلد بتهزر معاه، فرد عليها وقال أيوة مين؟ من اليوم ده حسين اختفى، ملوش أي أثر لحد النهاردة. أنا مروح، كفاية كده النهاردة يا جماعة. بالعكس، ده أنت كده أكدت لي إننا لازم نروح الليلة، دي مغامرة عمرنا يا جدعان، هنصور كل حاجة ونبقى أشهر مستكشفين في مصر. أشهر مجانين قصدك؟ أنا مش رايح في حتة. يا علي ما تخافش، هنفضل مع بعض ومعانا كشافتنا وموبايلاتنا، هندخل ناخد كام صورة ونمشي. إيه اللي ممكن يحصل يعني؟ نظرة الإصرار في عين كريم، وخوفه علي من إنه يتساب لوحده، ورغبة سامح في إنه ما يبانش جبان، كل دي أسباب كانت كافية إنهم بعد نصف ساعة يلاقوا نفسهم واقفين قدام بوابة قصر مريم. القصر كان واقف في الضلمة زي وحش خرافي ضخم قاعد ومستني فريسته. مبنى قديم طرازه أوروبي، بس الزمن أكل منه وشرب. الشبابيك متكسرة زي عيون مفقوعة، والحيطان متغطية بنباتات متسلقة زي شرايين ميتة. السور الحديدي الضخم كان معوج ومصدي، والبوابة مقفولة بجنزير قديم عليه قفل أكبر من كف الإيد. الهوا كان ساكن تماما، مفيش حتى صوت حشرة، صمت تقيل خانق وغير طبيعي. إيه المكان شكله يخوف قوي يا كريم، أنا قلبي مقبوض، يلا نرجع. وهو بيطلع قصافة حديد من شنطة ظهره. بطل جبن بقى يا سامح، خلاص وصلنا، مفيش رجوع. علي كان ساكت، بس ملامحه بتقول إنه ندمان على قراره. هو كان بيبص على شباك معين في الدور التاني، حاسس كأن في حد واقف وبيبص عليهم من ورا الزجاج المكسور. وفي حد شايفنا يا كريم؟ كريم بص للمكان اللي علي بيشاور عليه.
مفيش حاجة يا علي، دي تهيؤات. يلا بينا. كريم حط القصافة على الجنزير وبدأ يضغط بكل قوته. صوت المعدن وهو بينقطم طاع عمل صدى في سكون الليل، كأنه صوت عظم بيتكسر. البوابة اتفتحت ببطء مع صوت صرير مرعب، كأنه أنين طويل طالع من القصر نفسه. بمجرد ما خطوا أول خطوة جوه، ريحة غريبة ضربت مناخيرهم، ريحة تراب قديم ورطوبة وعفن، ومعاهم ريحة تالتة مش عارفين يحددوها، ريحة تشبه ريحة ورد قديم دبلان، أو يمكن دم ناشف. أول ما دخلوا، النور الوحيد كان جاي من كشافاتهم اللي بترقص على الحيطان. كانوا واقفين في بهو ضخم جدا، السقف بتاعه عالي لدرجة إن نور الكشافات مش طايله. الأرض متغطية بطبقة سميكة من التراب، وآثار رجليهم هي أول آثار بتترسم عليها من سنين طويلة. على شمالهم في سلم ضخم فخم متغطي بسجادة حمراء مهترئة، بيطلع للدور التاني وبيختفي في الضلمة. وعلى يمينهم في مراية ضخمة بإطار ذهبي مطفي متغطية بالتراب لدرجة إنها تقريبا مش بتعكس أي حاجة. شايفين العظمة؟ المكان ده كان تحفة فنية. كان دلوقتي بقى مقبرة. وهم بيتكلموا سمعوا صوت بام، صوت باب اتقفل بقوة في الدور اللي فوق. التلاتة اتجمدوا في مكانهم ووجهوا كشافتهم ناحية السلم. ده هوا صح؟ أكيد شباك مفتوح عمل كده. مفيش أي هوا يا سامح، الهوا بره كان ساكن. كريم رغم الخوف اللي بدأ يتسرب لقلبه حاول يفضل متماسك. يا جماعة اهدوا، يمكن بس الباب قديم ووقع من مكانه، خلينا نتحرك كمجموعة، هنستكشف الدور الأول. بدأوا يمشوا بحذر، صوت خطواتهم كان مكتوم بسبب التراب. دخلوا أول أوضة على الشمال، كانت صالون ضخم فيه كنب متغطي بقماش أبيض بقى لونه أصفر من الزمن. صور قديمة متعلقة على الحيطان، بس الوشوش اللي فيها بهتانة ومطموسة. في وسط الأوضة كان فيه بيانو كبير متغطي بالتراب. كريم قرب منه ومد إيده ومسح التراب عن مفاتيحه. للحظة فكر إنه يضغط على أي مفتاح، لكنه خاف من الصوت اللي ممكن يعمله في الصمت ده. رجعوا تاني للبهو الرئيسي، وهم معديين من قدام المراية الكبيرة علي حس بحاجة غريبة. وقف وبص فيها، مسح بإيده جزء من التراب. الانعكاس كان باهت ومش واضح. شاف انعكاسه هو وكريم وسامح واقفين وراه. غريبة، مش حاسين إن في حاجة غلط في المراية دي. كريم قرب وبص. غلط إزاي يعني؟ مراية قديمة ومتطربة، إيه الغريب؟ علي وهو بيركز قوي. مش عارف، حاسس إن انعكاسنا بعيد قوي، كأننا باصين في بير مش مراية. قبل ما حد فيهم يرد، ومن عمق الممر اللي قدامهم سمعوا صوت خطوات بطيئة منتظمة لحد بيجر رجليه على الأرض. ده شش. التلاتة طفوا كشافتهم في نفس اللحظة وحبسوا أنفسهم. الضلمة بقت كاملة إلا من خيط رفيع من ضوء القمر داخل من شباك مكسور. صوت الخطوات كان بيقرب ببطء مرعب. قلب سامح كان بيدق لدرجة إنه كان حاسس إن اللي بيقرب ده سمعه. فجأة صوت الخطوات وقف قدامهم بالظبط في نص الممر. مرت ثواني حسوها ظهر، مفيش أي صوت. كريم شاور لهم وولع كشافه فجأة ووجهه لآخر الممر. الممر كان فاضي، مفيش أي حد. سامح، أنا عايز أمشي من هنا، أرجوكم، أنا عايز أمشي. علي نفسه كان على وشك يوافق سامح، لكن فضوله كان أقوى. إيه اللي بيحصل في المكان ده؟ لازم يكون في تفسير منطقي، يمكن حيوان، يمكن صدى صوت. وفجأة ومن نفس المكان اللي كانت جاية منه الخطوات سمعوا صوت تاني، صوت ناعم حزين زي صوت بنت صغيرة بتهمس. بتلعبوا استغماية. صوت بنت صغيرة بتهمس. الجملة دي كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. سامح صرخ صرخة مكتومة ورجع لورا، خبط في ترابيزة صغيرة عليها فازة قديمة. الفازة وقعت على الأرض واتكسرت وعملت صوت عالي جدا.
وفي وسط صوت الزجاج المكسور الصوت الناعم اتكلم تاني، بس المرة دي كان أقرب، كأنه جنب ودنهم بالظبط. لقيتكم. الرعب سيطر عليهم، بدأوا يجروا من غير تفكير في الممر، فتحوا أول باب قابلهم ودخلوا وقفلوا وراهم. كانوا في مكتبة ضخمة، ريحة الورق القديم المتعفن كانت بتخنق. سندوا ظهرهم على الباب بيحاولوا ياخدوا نفسه. علي وهو بينهج: ايه ده انتوا سمعتوا اللي انا سمعته؟ كريم وشه اصفر ومخطوف: سمعت كل حاجة. سامح قاعد في ركن الأوضة بيعيط بصوت مكتوم: دي مريم، دي هي اللي بتتكلم. قعدوا في صمت لدقايق بيسمعوا دقات قلبهم، بس مفيش أي صوت جاي من بره الأوضة، كأن كل حاجة رجعت هادية تاني. الهدوء ده كان مرعب أكتر من الصوت. كريم ولع كشافه وبدأ يبص حواليه. الأوضة كانت مليانة كتب، أغلبها متاكل من الرطوبة. في النص كان في مكتب ضخم من الخشب عليه طبقة تراب سميكة. كريم قرب من المكتب، نور الكشاف وقع على حاجة صغيرة مفتوحة، دفتر مذكرات بغلاف جلد قديم. نفخ التراب من عليه ولقى مكتوب عليه بخط إيد جميل: يوميات إسماعيل الألفي. كريم: يا جماعة تعالوا شوفوا لقيت إيه. علي وسامح قربوا بحذر. كريم فتح الدفتر وبدأ يقرأ بصوت عالي وإيده بتترعش. الصفحات كانت صفرة وناشفة. كريم وهو بيقرأ: 15 أكتوبر 1965. وصلنا اليوم إلى القصر. زوجتي الحبيبة نادية كانت تحلم دائما بمنزل كهذا بعيدا عن صخب القاهرة، وابنتي مريم ذات ال7 سنوات تجري في الممرات كفراشة صغيرة. أشعر أننا سنكون سعداء هنا. كريم قلب كم صفحة: 3 نوفمبر 1965. نادية مريضة. الأطباء يقولون إنها حمى بسيطة، لكنني أرى في عينيها وهنا لم أره من قبل. مريم أصبحت هادئة جدا، تقضي معظم وقتها في غرفتها بالأعلى. تقول إنها تلعب مع صديقتها الجديدة. سألتها عن اسم صديقتها فلم تجب، قالت فقط هي تسكن في الحيطان. علي بص لكريم بقلق: كمل يا كريم. كريم قلب تاني. الخط بدأ يبقى مهزوز ومتوتر. 19 نوفمبر 1965. نادية ماتت، تركتني أنا ومريم وحدنا في هذا القصر الشاسع. أصبحت أسمع مريم تتحدث ليلا، ليس مع نفسها بل ترد على شخص ما. أحيانا أسمع همسات من ممر الدور العلوي، همسات بلغة لا أفهمها. القصر لم يعد دافئا كما كان، أصبح باردا جدا. 10 ديسمبر 1965. اليوم حدث شيء مرعب. كنت في مكتبي وسمعت صوت مريم تناديني من الحديقة: بابا تعال العب معايا. خرجت مسرعا، لكن الحديقة كانت فارغة. بينما أنا أبحث عنها سمعت صوتها مرة أخرى، لكن هذه المرة من غرفتها في الدور الثاني. كيف يمكن أن تكون في مكانين في نفس الوقت؟ بدأت أشك في عقلي. آخر صفحة في المذكرات كانت مكتوبة بخط شبه مستحيل قراءته، كأن اللي كتبه كان بيموت من الرعب. 12 ديسمبر 1965. القصر يتكلم. لم تكن صديقة مريم الخيالية، إنه القصر. أخذ صوتها يستدرجني به. الآن أسمعها تناديني من الغرفة المغلقة في نهاية الممر العلوي. أنا أعرف أنه فخ، أعرف أنه ليس هي، لكنه صوتها، صوت ابنتي الوحيدة. تقول: بابا ما تخافش، إحنا مستنينك. سأصعد إليها، لا أستطيع أن أتركها وحدها معهم. يا رب. بعد الجملة دي الصفحات الباقية كانت فاضية. صمت رهيب خيم على الأوضة. الحقيقة كانت أبشع من أي خيال. مريم ما كانتش شبح، كانت الطعم، والقصر كيان حي بيصطاد ضحاياه. وفجأة وفي وسط الصمت ده سمعوا صوت همس ناعم جاي من ورا الباب اللي قفلوه. علي اتجمد في مكانه، الدم هرب من وشه. ده اسمه هو، مش تهيؤات، مش صدفة.
الصوت بقى أعلى وأوضح، وكأنه واقف ورا الباب بالظبط. علي، افتح الباب، أنا عايزة ألعب معاك. سامح بصوت مخنوق: ما تفتحش يا علي، ما تفتحش، ده فخ. علي كان واقف مصدوم بيبص على الباب كأنه منوم مغناطيسيا. ايده بدأت تترفع ببطء ناحية أكرة الباب. كريم صرخ فيه: علي فوق، ما تعملش كده. كريم جري على علي وزقه بعيد عن الباب، وفي نفس اللحظة اللي زقه فيها أكرة الباب بدأت تلف لوحدها ببطء ببطء. كليك، الباب اتفتح سنة صغيرة، ومن الفتحة دي شافوا ضلمة حلكة، وسمعوا صوت ضحكة طفولية صغيرة بتتردد في الممر. الرعب خلاهم يجروا أعمق جوه المكتبة بيدوروا على أي مخرج تاني. في آخر المكتبة علي لاحظ إن في جزء من رفوف الكتب شكله مختلف. دفعه فلقى الرف بيتحرك لجوه وبيكشف عن ممر ضيق وسلالم حلزونية حجرية نازلة لتحت. علي، من هنا بسرعة! نزلوا على السلالم بسرعة كأنهم نازلين لقبر. الهوا بقى أبرد وأكتر رطوبة. السلالم انتهت بيهم في قبو ضلمة ريحته تراب وعفن. ولعوا الكشافات، النور كشف عن حاجة صدمتهم. القبو ما كانش مجرد مكان للتخزين، كان أشبه بمتحف مرعب. على الحيطان كانت متعلقة حاجات شخصية لناس كتير: نظارة طبية قديمة، ساعة يد مكسورة، فردة حذاء لطفل، بطاقة شخصية لشاب في العشرينات تاريخ إصدارها 1998. وعلى ترابيزة في النص كان في موبايل نوكيا قديم وموبايل تاني أحدث شوية بشاشة مكسورة. كريم بصوت مرعوب: دي حاجات الناس اللي اختفوا. علي قرب من الحيطة المقابلة، كان عليها صور فوتوغرافية قديمة متثبتة بمسامير مصدية، صور بالأبيض والأسود لناس من الأربعينات والخمسينات، وصور ألوان بهتانة لناس من الثمانينات والتسعينات. كلهم كانوا بيبصوا للكاميرا بابتسامة، ما عدا شخص واحد في خلفية كل صورة، ظل طويل رفيع واقف في الضلمة وراهم، ملامحه مش واضحة. يا إلهي، كلهم هنا! القصر احتفظ بيهم أو بأثر منهم. سامح كان واقف في ركن، جسمه كله بيتنفض. فجأة بص على الأرض وصرخ. نور كشافه كان مسلط على رسمة بالطباشير على الأرض، رسمة طفولية لشخصيات واقفة جنب بعضها ماسكة إيدين بعض، بنت صغيرة في النص وحواليها أشكال كتير لناس كبار وأطفال. وتحت الرسمة مكتوب بخط معوج: عيلتي الجديدة. وفجأة كل الكشافات اللي معاهم طفت في نفس اللحظة. الضلمة بقت كاملة والصمت بقى يصم الأذان. وبعدين من كل حتة في القبو سمعوا أصوات كتير، همسات وبكا وضحكات مكتومة، أصوات رجالة وستات وأطفال، كلهم بيتكلموا في نفس الوقت كأنهم جوقة من الموتى. وسط الأصوات دي كلها صوت مريم على عليهم كلهم. صوتها ما بقاش طفولي وبريء، بقى صوت شيطاني متعدد الطبقات بيطلع من حنجرة مش بشرية. لقيت أصحاب جداد يلعبوا معايا، هتلعبوا معانا للأبد. وفجأة حاجة باردة ولمسة لزجة مسكت رجل سامح من الضلمة. صرخته ملت القبو، صرخة ألم ورعب مستحيل وصفهم. كريم وعلي في حالة هستيرية بدأوا يخبطوا في الكشافات بتاعتهم. كشاف كريم نور فجأة. أول حاجة شافها كانت سامح بيتسحب على الأرض ناحية حيطة مصمتة، كأن الحيطة بتبلعه. نصه اللي تحت كان اختفى جوه الحيطة وهو بيصرخ وبيشاور بإيديه في الهواء: الحقوني! قبل ما يقدروا يعملوا أي حاجة الحيطة بلعت سامح بالكامل وصرخته اتقطعت فجأة كأن حد قفل عليه الباب. الحيطة رجعت مصمتة زي ما كانت وما بقاش فيه أي أثر لسامح غير الكشاف بتاعه اللي واقع على الأرض ونوره لسه شغال. كريم وعلي بصوا لبعض لثانية واحدة، الرعب في عينيهم كان أكبر من أي كلام. من غير ما يتفقوا استداروا وجريوا ناحية السلالم اللي نزلوا منها.
صوت ضحكة مريم كان بيطاردهم وهم طالعين. مش هتهربوا مني، محدش بيهرب مني. طلعوا للمكتبة ومنها للممر ومنه للبهو الرئيسي. كانوا بيجروا عشان حياتهم. الباب الرئيسي للقصر كان قدامهم مقفول. اترموا عليه بكل قوتهم. الباب كأنه متثبت في الأرض. علي وهو بيصرخ وبيخبط على الباب: مش هيفتح، احنا محبوسين. في اللحظة دي المراية الضخمة اللي في البهو اللي كانت متربة، التراب اللي عليها بدأ يتمسح لوحده، بيكشف عن انعكاس واضح. بس الانعكاس ما كانش انعكاسهم. المراية كانت بتعكس البهو زي ما كان من 60 سنة، نظيف وبيلمع والشمعدانات منورة. وفي وسط البهو كانت واقفة عيلة إسماعيل الألفي، إسماعيل وزوجته نادية، وماسكة في إيدهم بنت صغيرة بفستان أبيض، مريم. التلاتة اللي في المراية بصوا عليهم مباشرة وابتسموا، بس ابتسامتهم كانت غلط، كانت واسعة زيادة عن اللزوم، وعينيهم كانت سودة تماما ما فيهاش بياض. وبعدين من وراهم في المراية طلع الظل الطويل اللي شافوه في الصور، كيان ضلمة أطول من أي إنسان، ملهوش ملامح، ووقف ورا العيلة وحط إيديه الشبحية على كتافهم. كريم وهو بيشد علي من هدومه: الشباك، الشباك! كريم بص حواليه، لمح شباك ضخم من اللي بيطلوا على الحديقة. مسك تمثال برونزي صغير من على ترابيزة جنبه وجري ناحية الشباك ورماه فيه بكل قوته. الزجاج اتكسر. كريم نط من غير تفكير، وقع على الأرض بره واتجرح من الزجاج. بص وراه لقى علي لسه واقف متنح قدام المراية بيبص على انعكاسه. كريم: علي يلا! علي كأنه صحي من غيبوبة، جري هو كمان ونط من الشباك. أول ما رجليه لمست الأرض بره القصر سمعوا صوت صرخة غضب مرعبة جاية من جوه، كأن القصر كله بيصرخ. جريوا من غير ما يبصوا وراهم، جريوا وسط الشجر بيقعوا ويقوموا لحد ما خرجوا من البوابة الصلبة ورجعوا لطريق القرية. فضلوا يجروا لحد ما رئتهم كانت هتنفجر. شقة كريم بعد أسابيع. كريم قاعد في أوضته الضلمة، ما بقاش بيخرج، ما بقاش بينام. كل ما يغمض عينيه بيشوف سامح وهو بيتبلع في الحيطة وبيسمع ضحكة مريم. علي حالته أسوأ، أهله دخلوه مصحة نفسية، ما بقاش بيتكلم. كل اللي بيعمله إنه بيرسم على الحيطان، بيرسم بنت صغيرة بفستان أبيض حواليها ناس كتير مبتسمين ابتسامات مشوهة. الشرطة لما راحت القصر بعد بلاغ كريم ما لقوش أي حاجة، مفيش أي أثر لسامح ولا للقبو السري اللي وصفه، كأن القصر نظف نفسه ومسح كل دليل. القصة الرسمية بقت إن سامح هرب من أهله، وكريم وعلي اتهبلوا من المخدرات. كريم فتح موبايله، كان صور كام صورة في الأول قبل ما الرعب يبدأ، كان بيقلب فيهم بلا مبالاة، صورة للبهو، صورة للسلم، صورة للمراية المتطربة. وقف عند صورة المراية، عمل زوم، قلبه وقف. الصورة ما كانتش للمراية وهي متطربة، كانت واضحة بتعكسه هو وعلي وسامح وهم واقفين في البهو، بس ما كانوش لوحدهم. في الانعكاس جنب كتف كريم بالظبط كانت واقفة بنت صغيرة بفستان أبيض، وشها باهت وعينيها فراغ أسود، وكانت حاطة إيدها الشفافة الباردة على كتفه. كريم رمى الموبايل من الرعب، جسمه كله كان بيتكتك، بص حواليه في ضلمة أوضته حاسس إنه مش لوحده. ومن أبعد ركن في الأوضة من قلب الضلمة اللي تحت سريره سمع صوت همس ناعم حزين ومألوف جدا. كريم. في ناس هتقول إن كريم كان بيتهلوس وإن اللي حصل لصاحبه كان صدمة نفسية، لكن الملف اللي بين إيدينا بيقول حاجة تانية، بيقول إن كريم ما هربش لوحده، مريم والقصر خرجوا معاه. لأنك لما بترد على نداء القصر أنت مش بتبقى ضيف عنده، أنت بتبقى جزء منه للأبد. الملف اتقفل بس الرعب لسه، ده كان بيت الرعب. لو قلبك لسه بيدق
يبقى لسه مستعد للملف اللي جاي. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان لما نفتح ملف العروسة اللي ما بتنامش تكون أول واحد يعرف إن النوم مش هينفعك.